الجزائر البلد اللي شكلها هادي من بره لكن جواها نار تخطيط وذكاء وصبر طويل. بلد بتشتغل في صمت وبتبني قوتها لبكره، لا بتجري ورا الغرب ولا بتركع للشرق، بس ما بتقفش مكانها. النهارده في الوقت اللي العالم بيتكلم فيه عن البترول والغاز، الجزائر طلعت على الساحه باسم جديد في ملفات الطاقه والمعادن، مش بس عشان عندها احتياطي ضخم من البترول، لكن لانها قررت تفتح باب جديد، باب الفوسفات، الكنز اللي نايم تحت رملتها بقاله سنين واللي ممكن يعيد رسم خريطتها الاقتصاديه من اول وجديد. الفوسفات او الذهب الابيض زي ما بيسموه مش مجرد معدن، ده الاساس اللي بتقوم عليه الزراعه والصناعه في العالم كله. منه بيتم تصنيع السماد، ومنه كمان بيتم استخراج مواد كيماويه تدخل في الصناعات الغذائيه والدوائيه وحتى العسكريه. ومن الصحراء الجزائريه البلد قاعده فوق مليارات الاطنان من المعدن ده. في تقرير اتنشر من بي سي انسايت في سبتمبر اللي فات بيقول لك ان الجزائر عندها ثالث اكبر احتياطي فوسفات في العالم، يعني احنا بنتكلم في ثروه كفيله انها تغير خريطه النفوذ الاقتصادي في افريقيا والعالم كله. الغرب فهم متاخر ان المعدن البسيط ده ممكن يكون سلاح استراتيجي، بس الجزائر كانت سباقه، شافت اللي جاي بدري وبدات تتحرك بخطه طويله المدى بهدوء وبثقه. بس السؤال بقى اللي بيستحق يتسال دلوقتي، ازاي بلد كانت كنوزها نايمه تحت الرمل بقالها قرن قررت فجاه تفتح اول باب في الثوره التعدينيه دي؟ فين كانت البدايه الحقيقيه لقصه الفوسفات الجزائري؟ ومين اول حد لمس الكنز ده؟ الحكايه يا سيدي الفاضل بدات من الشرق في ولايه بئر العاتر، منطقه اسمها جبل العمق. سنة 1894 الجزائر بدأت تطلع أول خام فوسفات من الأرض في وقت ما كانش حد واخد المعدن ده بجدية، ومع مرور السنين المنجم ده بقى رمز لبداية طويلة، وبعد حوالي قرن الجزائر بقت من أكبر 5 دول في العالم في تصدير الفوسفات. لكن اللي بيحصل النهاردة مختلف تماما عن زمان. الجزائر ما بقتش تكتفي إنها تطلع الخام وتبيعه، لا دي قررت تعمل حاجة أهم، تضيف عليه قيمة حقيقية. يعني بدل ما الفوسفات يخرج خام ويروح لبلاد تانية تكسب منه، بقى بيتحول جوه الجزائر نفسها لمنتجات جاهزة، أسمدة، مواد كيماوية، صناعات كمان وبجودة عالية. ومن هنا بدأت واحدة من أهم الخطوات في رحلة الجزائر الجديدة، مشروع الفوسفات المدمج. مش مجرد منجم بيتفتح، لكن خطة عملاقة بتغير شكل قطاع التعدين في البلد كله. المشروع ده بيتنفذ في الشرق وتحديدا في منطقة تبسة، وبيضم سلسلة متكاملة من استخراج الخام لحد تصنيع الأسمدة والمنتجات الكيماوية الجاهزة للتصدير. خد بالك المشروع ده مش مجرد مشروع محلي، ده شراكة دولية ضخمة بين الجزائر والصين، ومع دخول شركاء جداد سنة 2025 زي شركة ايجيا بوتاش اللي اعلنت نيتها تستثمر 1.6 مليار دولار في مجمع صناعي جديد لمعالجة الفوسفات وانتاج الاسمدة. وكمان شركة سونا تراك وقعت اتفاق تصميم هندسي تنافسي مع شركاء المان عشان يبنوا 3 مصانع اسمدة عملاقة